جريمة النهاردة من راس سدر من جنوب سيناء، الزوجة عندها 20 سنة والزوج عنده 25 سنة. الزوجة انتقمت من جوزها وموتته. انتقمت من جوزها وهو ما عملهاش حاجة أصلا. ليه؟ ده هو ابن عمها، اتجوزته علشان خاطر يعني قرايب، ولكن هي ما بتحبوش. انتقمت منه علشان خاطر هو قال لها إن أنا هفضحك، إن أنا هقول للعيلة كلها إن أنت بتخونيني وإن أنت بتحبي عليا. هو عرف إن هي بتحب واحد من القاهرة، فطبعا قرر ان هو يفضحها. فهي قررت هي كمان ان هي تتغدى بيه قبل ما يتعشى بيها. عملت ايه؟ اتصلت بعشيها وقالت له الحق، ده هيفضحني وهيعمل وهيسوي، فانا عايزاك دلوقتي تتصرف. قال لها الحل الوحيد ان احنا نقتله. قالت له اقتله وماله، مفيش حاجه، تعالى تعالى وانا اسهل لك المهمه، واللي انت عايزه كله انا هعمله لك. قال لها بصي انا هاجي، قبل ما اجي تعملي ايه؟ تديله مخدر في الشاي، هينام، تمام؟ بعد ما يروح فيها تتصل بيا انا هدخل. ده كمان ايه بقى؟ ده مش هو لوحده، ده جاب معاه اخوه، واخوه عارف ان هم رايحين يقتلوا. دخل الشقه هما الاتنين ودخلوا الاوضه وقطعوه حتت، حته طعنات في جسمه، شويه طعنات في جسمه، مش طعنه واحده يعني، قطعوا فيه. ده مش يخنقوه مثلا ولا حاجه يعني، لا ده هم قطعوا فيه حتت. واتفقوا معاه ان هم يضربوها هي كمان ضربه على دماغها، تطلع على الاسم تقول ده في 5 دخلوا علينا وملثمين، واحد فيهم مسكني ضربني على دماغي فانا ما حسيتش بحاجه، انا قمت لقيت الدنيا كلها ان جوزي جوه في الاوضه ومقتول. دي الخطه اللي هم رسموها علشان خاطر يقتلوا جوزها، وده اللي اتنفذ وده اللي حصل، وده اللي هي قالته واعترفت بيه في المحضر وفي النيابه، ان هي قتلت جوزها بمساعده عشيقها، او ان عشيقها هو اللي قتل جوزها بمساعدتها علشان خاطر ما يفضحهاش. يعني لما يكون في جوازه كده واتنين اتجوزوا غصب عنهم، وحصل ان هو عرف ان هي متجوزاه غصب عنها، طب ما يتطلقوا، ما يتطلقوا بدل ما الاتنين يحصل كده. يعني اي زوج وزوجه الاتنين يعني خلاص في خلافات جامده قوي بينهم، ما يتطلقوا احسن ما كل واحد فيهم يخلص على التاني. الجرائم بتتكرر على فكرة، وبتلاقيها في كل يعني، هنا مرة في جنوب سيناء، مرة تلاقيها في العمرانية، مرة تلاقيها في الجيزة، مرة تلاقيها في القاهرة، وتلاقي كلها كده يعني بتدور حوالين الخيانة، وان الزوجة مش طايقة جوزها وقتلته، وان الزوج قتل مراته، يعني ليه؟ ليه توصل بينا الدرجة ان احنا ممكن نقتل في بعض ونموت في بعض من اجل الخيانة؟ حصل خيانة، طب يا عم طلقها وسيبها، خليها تكون براحتها بقى، سيبها وطلقها، لان هتقضي عليك وهتجيب اجلك. وده اللي حصل، ان الزوجة هي اللي قدرت على جوزها واللي قتلته في الاخر علشان خاطر ما تفضحش نفسها. ولكن ربنا كبير، ربنا سبحانه وتعالى كبير، بيجيب الحق البني ادم لو فين حتى، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش. لله الامر من قبل ومن بعد. بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.